تيجي نشوف كده تخيل اي ست حامل عن الشهر التاسع، رغم انه بيبدا يزيد عندها كميه القلق والتوتر. بيكون كده في مخيلتها ان هي بتنهي رحله المعاناه بتاعتها طول مده 8 شهور الحمل، ومع بدايه الشهر التاسع بتبدا تعد الايام والاسابيع علشان تولد وتقوم بالسلامه هي والبيبي بتاعها. كل ام حامل بعد الولاده عدد بنسبه من الاكتئاب، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وبالذات اكتر لو كانت هي بكريه. والاكتئاب بقى هنا بعد الولاده بيكون بدرجات مختلفه ومتفاوته. ممكن بس في الاول يكون شويه قلق، الموضوع ممكن يوصل معاها بعد كده لدرجه ان هي تاذي نفسها، وممكن كمان تاذي البيبي بتاعها. علشان كده اي ست حامل بعد الولاده بتكون محتاجه ان كل الناس اللي حواليها تستوعبها وتساعدها. الموضوع ابدا مش بيكون دلع قد ما هي بتكون مع كائن كل لغه التواصل بتاعته عباره عن ان هو بيصرخ وبيعيط وهي مش فاهمه حاجه. بتكون محتاجه ناس عندهم خبره وعندهم تعامل مع اطفال بالذات في السن ده، علشان يبداوا يعرفوها هو محتاج ايه او تتعامل معاه بطريقه ازاي. بالاضافه بقى ان هي في الوقت ده بتكون في قمه الارهاق وتعب، مفيش نوم، مفيش خروج، مفيش اي تواصل باي طريقه كانت بتعملها قبل ما تولد. بتيجي تبص تلاقيها فقدت كل العالم بتاعها علشان تقعد مع كائن كل اللي بيعمله ان هو بيصرخ بس. ايوه هو ابنها كل حاجه، لكن المخ بيبقى صعب يستوعب في الفتره دي هي كانت في عالم عامل ازاي، وبقت دلوقتي محبوسه في الاوضه بتاعتها او في شقتها علشان بس تخدم حد هي مش عارفه هو محتاج ايه او عاوز ايه. انتوا بتبقوا مش متخيلين ان انت بس تشيل عنها البيبي ده 5 دقايق وتبعد عن ودانها بكميه الزن الفظيعه دي حاجه بتريحها ازاي وبتخليها في قمه الهدوء النفسي علشان ترجع تواصل تاني. كتير جدا بيبداوا ان هم يتعافوا من الاكتئاب ده، وبالذات لو كان في الاول وخفيف، وكمان لو معاهم ناس تساعدهم حتى ولو بجزء بسيط او بس بمجرد توعيه ان هي ازاي تعامل البيبي. لكن للاسف في ستات تانية ممكن الموضوع يوصل معاهم لمراحل وحشه قوي لدرجه ان هم ممكن يؤذوا نفسهم اذى وحش جدا او يؤذوا اطفال. وعلشان كده مش اي ست حامل وصلت للشهر التاسع هتكون فاكره ان هي خلاص بدات ترتاح. ابدأي استعدي للولاده، وابدأي اعرفي مين هيقدر يساعدك، واقري كتير وثقافي نفسك، واعرفي كويس قوي في المرحله اللي انت داخله عليها.